السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشاهدوا هذا الفيديو هذا اليوم إن شاء الله بإذن الله غنوجد طاجين باللحم واللوبيا الخضراء وبغيت نشاركه معاكم. فبسم الله على بركة الله. إلى مقادير وطريقة التحضير المرجو الاشتراك في القناة. اليوم إن شاء الله بإذن الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل عليه وسلم. خديت شوية اللحم الزيت خلطة بالبية والزيت المائدة العطرية اللي هي الخرقوم والبزار قزبور يابس سكينجبير شوية طامة الزعفران والملحة قزبور معدنوس وبصلة مشلطة ودرس ديال الثوم. حطيت الزيت في الطاجين حطيته على البوطة صافي كنحط هذاك شوية ديال اللحم هكايا كنستفو كنضيف عليه البصلة والثومة قزبور ومعدنوس العطرية الملحة هنا راه كنقصها ثم على حسابي صافي كنخليه يتشحر. بعد ما تشحر غنضيف المرقة نضيف الماء والقدر اللي غيطيب ليا فيه اللحم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل عليه وسلم. صافي غنغطيه وغنخليه يطيب. بعد ما غطيب لينا اللحم هو بعد ما طاب كنت انا حطيت الماء هكا يغلي درت فيه الملحة وحطيت فيه هاد اللوبيا باش كتسلق كتبقى لينا اللوبيا خضراء كتبقى حافظة على داك اللون الخضر. كنصفيها هكايا كنحطها فوق الطاجين بهاد الطريقة هكا كما كتشوفوا في الفيديو صافي. وكان هكايا حتى كنكمل هذاك الشيء اللي عندنا صافي. بعد ما ماشي كطيب مزيانه كنسلقها غير شويه صافي. وكنزوقتها انا بهاد شويه ديال البطاطا هاد الصغيره حطيتها مع اللوبيا صافي. حطيت عليهم هذاك شويه ديال المطيشه وراس الحار بالنسبه اللي كيبغي الحار وغنقص عليه وغنخليه يطيب مزيان. بعد ما طاب ونشف وتقلى ها هوايا زوقته بهذيك شويه الزيتون حمر والربيع من الفوق. وها هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا اليوم. نتمنى يعجبكم المرجو الاشتراك في القناة. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة